عندك على أسنانك بقع لونها بيضة أو صفرة أو بني ومش عارف هي دي تصبغات ولا دي تسوسات ولا إيه البقع دي بالظبط وإيه حلها؟ إيه المشكلة وإيه العلاج؟ تعالى يا صديقي في الفيديو ده نعرف إيه المشكلة بالظبط وإيه العلاج وإزاي نشيل البقع ديت وإيه هي أصلا البقع دي من الأساس. جاهزين؟ يلا بينا. بقع الأسنان شكلها بيضايقنا كلنا أول ما نضحك، ومعظمنا بيكون فاكر إن البقع دي عبارة عن تصبغات، لكن الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير. احتمال كبير جدا إن البقع دي تكون أول علامة من علامات التسوس. أول حاجة لازم نعرفها وهي إن طبقة المينا هي عبارة عن الغلاف أو الدرع اللي بيحمي السنة من التسوس واللي بيديها لونها وشكلها، وكمان هي بتكون أصلب طبقة موجودة في السنة، وبالتالي هي اللي بتحمي السنة من أي بكتيريا أو أي حاجة تدخل تخترق السنة دي وتخليها تسوس أو يحصل فيها أي مشكلة. فطبقة المينا دي لازم دايما نحافظ عليها قوية وصحية وما فيهاش أي مشاكل أبدا، لأن طبقة المينا ديت أول ما تتأثر أو يحصل فيها مشكلة بنبدأ نلاحظ عليها طبقة من التصبغات، ممكن تكون بيضة أو صفرة أو حتى بني. وأول نوع من أنواع التصبغات ديت بيكون اسمه ديمينراليزيشن، والبقعة دي بتكون لونها أبيض. والبقعة دي اتكونت إزاي؟ تعالوا أقول لكم دلوقتي. لما بنهمل في غسيل أسناننا بيبدأ يتكون على أسناننا طبقة اسمها البلاك، والبلاك دي بتكون طبقة لونها أصفر كده شوية. مش الجير حاجة تانية. البلاك طبقة طرية، الجير طبقة ناشفة. البلاك الطبقة الطرية دي بيكون موجود جواها بكتيريا، هي عبارة عن مستعمرات للبكتيريا، وبتبدأ تتغذى على فضلات الطعام اللي موجوده في الفم، وبعدين بتبدا تفرز الاحماض ديت اللي هي بتفرزها بتبدا تدوب طبقه المينا وتمتص او تكسر المعادن اللي موجوده جواها زي الكالسيوم والفوسفور، وبالتالي طبقه المينا بتبقى ضعيفه جدا ولونها ابيض. فالبياض اللي احنا شايفينه ده بيكون هو عباره عن اول مرحله من مراحل التسوس، وبيكون عباره عن طبقه مينا ما فيهاش معادن، المعادن اللي فيها متكسره وضعيفه، وبعد كده على طول بتبدا الطبقه ديت او المكان ده، وخصوصا المكان اللي بيكون تحت اللثه على طول، بيبدا الهلال ده لونه يبقى اصفر وبعدين يبقى بني وبعدين يبقى اسود، وبعد كده خلاص المكان ده اصبح مسوس ومحتاج تنظيف وحشو تجميلي او عدسات او حاجات كتير هقول لك عليها دلوقتي. تاني نوع في انواع التصبغات او البقع اللي بتكون موجوده عن الاسنان، وهو نوع بيكون بسبب خلل في تكوين طبقه المينا نفسها، وممكن يكون بعد الولاده او ممكن يكون اثناء ما كان اصلا الطفل لسه جنين. فالنوع ده بيكون عبارة عن خلل في تكوين طبقة المينا نفسها، وبيكون اسمه انامل هايبوبليجيا، وده بيكون المينا نفسها فيها مشاكل في التكوين، فبتلاقي سطح المينا بتاع السنة قليل جدا في السمك وضعيف جدا وبسرعة جدا بيتآكل، وتبص تلاقي طبقة العاج اللي تحت المينا بدأت تظهر، وتلاقي الأسنان كلها لونها أصفر، وبعد فترة نلاقي الأسنان كلها بقى لونها بني، وهو ده الانامل هايبوبليجيا. طب ايه هي بقى الاسباب اللي بتؤدي الى الخلل ده في تكوين المينا اللي هو هايبوبليجيا؟ تعالوا اقول لكم عليهم علشان مهمين جدا. اول سبب وهو عوامل وراثيه، في اطفال كتير جدا بيتولدوا اصلا اسنانهم عامله كده. تاني سبب وهو نقص التغذيه لو كان لسه الطفل جنين اثناء الحمل او خلال اول سنتين بعد الولاده. ثالث سبب ممكن يكون اصابه في السنه اللبنيه نفسها. يعني ايه؟ يعني اوقات كتير جدا الطفل بيتخبط في سنته اللبنيه فالسنه تتكسر والعصب بتاعها يتاذي او يحصل فيه التهابات ومشاكل. السنه الأساسية نفسها أوقات كتير ممكن تطلع متأثرة بسبب الكدمة أو الخبطة اللي حصلت دي في ظاهرة اسمها تيرنر توث أو سنة تيرنر، ودي بتكون تأثر السنة الأساسية بسبب كدمة أو خبطة جديدة في السنة اللبنية. السنة الأساسية وقتها هيطلع فيها بقعة، فالسنة الأساسية لما تطلع في الفم وتظهر ممكن تظهر وهي فيها بقعة بسيطة كده مكان الكدمة أو الانفكشن والبكتيريا اللي حصلت في السنة اللبنية. في سؤال كمان بيقول هل البقع هي التصبغات؟ والحقيقة ان هم مختلفين عن بعض تماما، لان التصبغات بتكون تصبغات خارجيه بتتحط او بتتجمع على سطح السنه بسبب القهوه والشاي والدخان والمأكولات والمشروبات الكتير، وكمان بتتشال بسهوله جدا جدا عند دكتور الاسنان بتنظيف الجير والتلميع العادي اللي كلنا بنعمله. لكن البقع اللي بتبقى موجوده على سطح السنه وبتكون لونها ابيض او بني دي مش بتكون تصبغات موجوده وهتتشال بسهوله، دي بتبقى موجوده في طبقه المينا نفسها وديفكت او خلل موجود في طبقه المينا نفسها، وبالتالي ما نقدرش ابدا نشيلها بتلميع او بتبييض حتى او باي حاجه. دي بتبقى محتاجه تدخل وعلاج معين على حسب سبب البقعه دي كان ايه من الاساس. لكن البقعه ديت خصوصا البيضه او البنيه بتكون
موجوده جوه السنه نفسها ومش تصبغات هنقدر نشيلها بسهوله بتنظيف الاسنان وتلميعها، دي بتبقى خلل في المينا نفسها جوه السنه، وبالتالي مش هنقدر نشيلها غير لما نعرف بالظبط ايه سببها ونعالجها على حسب السبب بتاعها. يلا بينا نعرف ايه هو العلاج. واول حاجه هي البقع البيضاء. البقع البيضاء اللي هي دي مينراليزيشن، هنعمل فيها ايه؟ هنعمل ريمينراليزيشن، يعني هنرجع تاني تكون المعادن جوه السنه. ايه اكتر حاجه تساعد على تكون المعادن جوه طبقه المينا تاني؟ وهو الفلورايد. فهنبدا بحاجه اسمها فلورايد ابلكيشن، يعني جلسات فلورايد على الاسنان نفسها علشان نساعد على تكون المعادن ديت جوه طبقه المينا تاني، وبالتالي الطبقه اللي بيضت ديت تبقى قويه من جديد والمعادن تتكون فيها من تاني، ونكسر حلقه التسوس اللي بدات تحصل ديت ونكسر الدايره دي، فتبص تلاقي المينا رجعت قويه من جديد. لكن لو البقعه ديت بقت لونها بني وغامق شويه، اللي هي تسوسات بدات تغمق ولونها يصفر او يبقى بني، ممكن نعمل حاجه اسمها مايكرو ابريجن. يعني ايه مايكرو ابريجن؟ يعني ازاله طبقه سطحيه من المينا بلطف في الجزء اللي فيه بدايات تسوس ده، بحيث ان احنا نوقف برضو التسوس لحد الوضع ده. ولو حسينا ان التصبغات ديت موجوده جوه الاسنان نفسها وعلى السنه كلها لونها غامق، ده في الغالب بيكون بسبب تصبغات داخليه بقى على مدار السنين. فممكن نعمل تبييض عند دكتور الاسنان وتحت اشرافه علشان نعمل تبييض في السنه كلها او في الاسنان كلها. وممكن التصبغات دي تكون في سنه واحده معينه بسبب ان السنه دي معمول لها علاج جذور من سنين، فالسنه مع الزمن لونها اتغير وغمق جدا، فممكن نعمل لها برضو تبييض لوحدها، لكن تبييض داخلي جوه السنه نفسها عشان لونها يرجع يبيض هي من تاني، وبعد كده تبقى نفس او قريبه جدا من نفس لون الاسنان اللي جنبها. لكن بالنسبه للناس اللي بيكون عندها البقع اللي هي بدايات التسوس، تقدر تمنع ده وتوقفه تماما لو عملت شويه حاجات. اول حاجه وهي انك تغسل اسنانك يوميا مرتين بمعجون فيه فلورايد، ما تتمضمضش بعد ما تغسل اسنانك، تسيب الفلورايد موجود على اسنانك اطول فتره ممكنه، نص ساعه ولا حاجه، وبعدين تقدر تشرب ميه او تتمضمض. تاني حاجه نقدر نعملها برضو للاطفال وهي الفلورايد ابلكيشن، ان احنا نفضل نعمل لهم جلسات فلورايد عند دكتور الاسنان لحد 6 سنين، ده بيكون مهم جدا. ممكن كمان لحد 12 سنه، ده مهم جدا علشان نقوي طبقه المينا عند الاطفال والاسنان كلها تكون قويه، وبالتالي التسوسات تبقى صعب جدا يحصل لها في وقت قليل او بسهوله. وكمان نقلل من معدل التسوس ونخليه بطيء او ما يحصلش اصلا من الاساس. غير طبعا التغذيه الصحيه والكالسيوم والفيتامينات اللي موجوده في الاكل، وفيتامين دي كمان بالذات لازم دايما يكون موجود في الاغذيه، علشان فيتامين دي ده اكتر فيتامين بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الاكل اللي الطفل بياكله، تساعد على تقويه طبقه المينا في الاسنان، وبالتالي كل المشاكل دي تقل تماما وما تظهرش عندنا اصلا. فلو لاحظت على اسنانك اي بقع، ما تتاخرش ابدا واستشير طبيبك واعرف ايه المشكله وايه الحل قبل ما المشكله دي تزيد وتلاقي علاجها بقى صعب ومكلف. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان لايك دي معناها شكرا يا دكتور على الوقت وعلى المجهود. واستنوني في الفيديو الجاي واللي هنتكلم فيه عن فراغات الاسنان زي اللي عندي دي، وايه المشكله دي بتحصل بسبب ايه وهنحلها ازاي. والفيديو هيكون جميل جدا ان شاء الله وهيعجبكم. ومش هننسى نصلي طبعا على حبيبنا النبي في اخر كل فيديو زي ما اتعلمنا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا معكم دكتور عبد السلام محمد، وإلى اللقاء.